مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل الكيكه الجميله دي. هنعمل الكيكه دي اسمها تايجر. زي جسم التايجر بالظبط، متشبح بني بيج. جميله جدا. احنا بقى نشوف المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. هنبتدي بقى ايه دلوقتي؟ نبتدي ب10 بيضات اهم. ادي 10 بيضات، و3 كوبايات سكر، و6 كوبايات دقيق، وبكوين فانيليا، وبكوين بيكنج باودر، وكوبايه ونص زبده، وكوبايتين لبن. كده بقى انا هوسع بقى وابتدي اجيب الطبق ونشتغل. اول حاجه بننزل بالزبده. نبتدي ننزل بيها نعمل هي بدايه الكيكه الزبده. تمام. انا عندي فيديو حصري ان شاء الله هعمل الزبدة دي. الزبدة هحولها لسمنة بلدي، من سمن نباتي لزبدة بلدي ان شاء الله. الفيديو ده حلو قوي، حاولوا تحضروه وتشوفوه لانه هيبقى حصري، وهيبقى هيخليكي ما تحتاجيش سمنة بلدي تاني. تمام. وكده بقى انا هبتدي اضرب الزبدة بتاعتي. انا هفصل وبعدين ارجع لكم اما اخلص فصل زبده ضرب الزبده. كده انا ضربت السكر، بس الحته دي اتقطعت مني معلش. انا هحط البيضه اهو، 10 بيضات. طبعا انا حطيت السكر والزبده مع بعض وضربتهم كويس جدا. تمام كده. هنجيب كيسين الفانيليا ونبتدي بقى نحط كيس كيس. ده الكيس الاولاني. بعدين نجيب الكيس التاني اهو. كده بقى نبتدي بقى نضرب البيض بتاعنا في السمنة في السكر التلاتة مع بعض. هضربهم ضربة كويسة جدا. يعني بصوا، لو انتي ضربتي السمنة كويس قوي وجيتي في السكر ما عرفتيش تضربي شوية عشان السكر مش ناعم، دي مش مشكلة، ما تتضايقيش منها. اضربي البيض كويس جدا، وبعدين اما تحطي كوبايتين اللبن اضربي كوبايتين اللبن مع البيض والزبدة والقشطة والسمنة كويس جدا. كده انا هفصل وارجع لكم بعد ما اخلص. انا كده خلاص، انا حطيت كمان اللبن اهو. هبتدي اضرب المره دي بقى انا بضرب بالهاند بريندر عشان تضرب لي كويس وتخلي القوام حلو للكيكايه. كده بقى انا هبتدي احط الدقيق. هما 6 كوبايات دقيق، هحط 3 في 3، وهحط مع كل 3 باكو بيكنج باودر اضربه برضو معاهم. دي التالتة، الكوباية التالتة. انا بعاير بمج واحد، هو اللي بعاير بيه كل حاجة، زي ما شفتوا الزبدة، زي ما شفتوا السكر، زي ما شفتوا الدقيق، كله بعايره بالمج اللي هو الازاز ده بالظبط. تمام. كده بقى ابتدي اضرب كده. افضل اضرب كويس قوي 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 قوي. وبعد كده بقى هفصل بس على بال ما الم العجينه واحط الدقيق التالت. كده خلاص انا خلصت دقيق، خلاص حطيت الكميه التالته. كده بقى انا قسمت الطبق الكيكه نصين، نص ابيض ونص هيبقى بني، بس هو النص البني جه اكتر من الابيض. تمام.
كده بقى ايه هنبتدي ايه نضرب بقى ايه الكاكاو بتاعنا. انا هم حاطه معلقتين، حطيت معلقه ونص، قلت ايه احسن يكون كتير عليها يعني، فانا عوزت النص كمان يعني، حط عليها معلقتين كاكاو وحط عليها معلقه خل، يبقى معلقتين كاكاو ومعلقه ايه خل. اضربهم كويس جدا كده. خلاص انا الكيكه بتاعتي ضربت كويس جدا، وده بقى لونها ايه اللي هنشتغل بيه. انا غلفت الصينيتين اللي انا هشتغل فيهم، وحطيت الورق الزبده، وبرضو القايم بتاع الصينيه حطيت له ورق زبده. دي بقى ايه انا ببتدي ايه، انا ممكن اخفف الكيكه شويه، بس هيحصل ايه في السوا، هتعذبني في السوا. لكن انا اما افردها انا بالمعلقه كده، عشان انا بعمل ايه بقى، باجي انا بفرد الطبقه البيضه الاول زي ما انتوا شايفين كده، هي لو خفيفه هتمشي وتحرك الصينيه يمين وشمال والدنيا تمشي زي الفل، بس هتعكس شويه في التسويه. وابتدي بقى اجي في النص، هو بيبقى مركز بقى في النص، واروح ايه حاطه البني وافرده. اتفرد معاكي لو انت عايزه الكيكه خفيفه خففيها سنه بشويه ميه، مش هجرالها اي حاجه، او بضايه. وتحطي في القلب البني، وابصوا زي كده بالظبط. اهو انا حطيت اهو البني، هبتدي افرده بالسبتيولي اهي برضو. بصوا شوفوا انا بفرد ازاي، علشان كل ده عشان خاطر ايه ما قللش ما خففش الكيكايه، لان لو هي دي مقدارها الحلو، لو خففتها هتبقى صعب في التسويه. تمام كده انا خلاص حطيت الكميات بتاعتي كده، الصينيتين خلصوا خلاص. في قلب انه في النص واحط وارجع اغير اللون، وفي النص احط واغير اللون لغايه اخر طبقه. تمام. ودي بقى ايه اخر طبقة معانا. كده بقى انا دخلتها الفرن. طلعت بقى تحفة، معنى كلمة تحفة. انا بشيل ورق الزبدة اهو، قلبها على وشها. طبعا انا حطاها في طبق، مش حطاها في طبق الجاتو، في طبق الكيكة التورتة يعني. بس طعمها جميل جدا ومسكرة وحلوة قوي. هنا بقى ايه انا قلبتها على وشها اهي، وبقى حطيت التورتاي الكيكايه في ايه في على قاعده التورته. بصوا بقى الكيكه شكلها ايه يا جماعه، جميله جدا، انا مش قادره اقاوم. إيه شكلها تحفه وطعمها تحفه. فاكلت وهي دو سخنه، بس طبعا الكيكه ما بتتاكلش سخنه، اكلت اما بردت كلت يعني. وكده اقول لكم ايه، باي باي.